كتير منكم عم يسأل وين الخير وين الأخبار الحلوة اللي عم توعدونا فيها، وليش لساكن عم تقولوا القادم أجمل. ولما تتأخر هي الأخبار الحلوة عم تجوا لعنا وتقولوا لنا انتو عم تعطونا أوهام وتبيعونا هيك أي كلام. رح كون معكم واضح واشرح لكم شيء يعني المفروض صرتوا انتو لحالكم تعرفوا. نحن بنفيق من الصبح ومنضل متابعين لآخر الليل، عم نتابع سياسي وتحليلات ومصادر دولية، واكيد ما عم نحضر هذا الشيء ونعذب حالنا من الصبح للمساء كرمال اخر شيء نجي نكذب عليكم. اكيد مو لهيك. نحن عم ندور على سبب، على بصيص امل ولو صغير ولو واحد لحتى نجي نحكي لكم اياه ونفرحكم. مو لانه وهم، لانه هذا مبني على استنتاجات ومعطيات واقعية. بس الخير احيانا بيتأخر، بس مو يعني انه ما رح يجي. لأنه مثل ما بتعرفوا السياسة لعبة مصالح، ولما تتغير مصالح الدول فطبيعي تتغير هي الأخبار. اليوم مصلحة الدولة بتكون معك، بكرة بتخف، بعد بكرة بترجع بتقوى أكثر ما كانت قوية بالأول. وهالشي بيأثر سلبا أو إيجابا على الشيء اللي نحن ناطرينه. وخصوصا أنه نحن أصلا بوضع ضعف، ولا نحسد عليه. بعد ما سلمنا سلاحنا لناس مثل هدول غدارين وخوني لا عهد لهم ولا ميثاق. طيب شو الحل؟ يعني منيأس؟ نستسلم؟ أكيد لا. لأنه إذا بنرجع للتاريخ وين في ظلم أو فاجعة استمرت للأبد؟ وين؟ عندكم مثلا جنوب أفريقيا كانت غارقة بسياسة الأبرتايد ولعقود، اللي هي الفصل العنصري. الشعب الأسود كان محروم حتى من أبسط حقوقه. بس بالنهاية نيلسون مانديلا طلع من السجن وصار رئيس الجمهورية، وصار في عدالة انتقالية، ولحد اليوم الشعب الأسود أخذ، يعني إذا ما راح نقول كل حقوقه فثلاث أرباع حقوق. عندكم ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية كانت مدمرة ومقسمة ومحتلة واقتصادها صفر تماما، بس رجعت أقوى اقتصاد بأوروبا كلياتها اليوم. عندكم الشيعة بالعراق بعهد صدام كانوا مهمشين ومضطهدين، أما اليوم إلهم تمثيل سياسي كتير كبير بالبلد، والرئيس شيعي. لك نحن العلويين نفسنا، مين كان بيصدق انه مكون كتير صغير ومن سكان الجبال ما حدا منهم كان يطلع حسه او يطلع صوت لإله او حدا يسمع فيه، صار له وزن سياسي وامني وعسكري وخلال عقود كتير قليلة. نحن ما عم نحكي على آلاف السنين، لا. يعني نحن شعب بيعرف يصمد وبيعرف يكبر رغم كل الظروف. والشيء اللي عم يصير من قتل وخطف وسلف وعنف وتدمير وتهميش وتهجير ما إنه جديد علينا، وفيكن تسألوا أهاليكم. لا تفقدوا الأمل. يمكن اليوم يكون في ضباب، بس الضباب ما بيلغي وجود الشمس. رح يروح الضباب وتيجي الشمس. والحقيقة انه القادم اكيد افضل، طالما نحن فهمانين اللعبة وضلينا واقعيين. اهم نقطة انه نحن ايد وحدة وصفوفنا متوحدة، مو مثل قبل متشرذمين متفرقين. لا. اليوم يلي كم حشرة عم يعمل مشاكل بيناتنا وعم يخون أهله ودم أهله، هذا ما لازم ينسكت عنه. ليش؟ لأنه نحن ما لنا مثل قبل. هذا عبارة عن سرطان، والسرطان إذا ما تم معالجته، ما تم استئصاله، فرح ينتشر بالجسد كله، رح ينتشر فينا كلياتنا. مثل الشيء اللي صار امبارح بالمخيم يلي ضمن قاعدة حميمين، هذا انسكت عنه وما بيصير ينسكت عنه. المفروض يتعالج وفورا، لازم يتعالج وفورا. ولحتى يتعالج وفورا لازم تكونوا ايد وحدة كلياتكم ضده. هن كم حشرة تتعاملوا معهم انتهى الموضوع، وبتربوا آلاف غيرهم. وآخر شيء بنحكيه إنه ما في ظلم بضل، بس في شعوب بتنهار إذا ما عرفت كيف تصمد وكيف تقاوم وتفهم كيف تمشي بالعتمة. ونحن أكيد بعد اليوم ما رح نكون من هي الشعوب.